بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله هعمل معاكم النهاردة وصفة جميلة قوي ووصفة سهلة الكل بيحبها طبعا. بوب كورن الفراخ او فشار الفراخ من الوصفات الجميلة والوصفات السهلة والوصفات الخفيفة كمان. تقدري تتبليها وتظبطيها وتحطيها في الفريزر. بعد ما تتبليها الوقت بتاعها تقريبا من بالليل للصبح او كام ساعة كده. معايا مكعبات من الفراخ، طبعا دي تقريبا كيلو وربع من الفراخ الفيليه قطعتها، او من صدور الفراخ قطعتها مكعبات صغيرة زي ما حضراتكم شايفين كده. حطيت على كمية الفراخ اللي معانا دي كوباية كبيرة من الحليب وعلبة زبادي كبيرة. طبعا تقدري تحطي حليب بس، كوبايتين حليب بس، او علبة زبادي مع نص كوباية مية، او تقدري كمان تضيفي كوبايتين من اللبن الرايب بدل الحليب والزبادي. هنضيف البهارات بتاعنا او التوابل بتاعنا، معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من بصل بودر ومعلقة صغيرة ثوم بودر و2 معلقة خل صغيرة ونص معلقة 7 بهارات وكمان معلقة صغيرة من توابل الفراخ. وما ننساش معلقتين من البابريكا، وتقدري تحطي نص معلقة من الشطة ونص معلقة من البابريكا وكمان معلقة صغيرة من الكركم. بعد ما حطينا التوابل بتاعنا والزبادي والحليب نخلط المكونات دي كلها كويس جدا مع بعضها. وانا احط كمية الفراخ دي او خلطة الفراخ دي في التلاجة من بالليل للصبح، تبقى احلى طبعا كتير. لكن لو الوقت قدامك ضيق تخليها على الاقل ساعتين. ومهم جدا في الخلطة دي معلقتين من الخل. وكمان تقدري تحطي الخلطة دي زي ما عملناها كده بالظبط مع حضراتكم في الفريزر بعد ما تتبل، وبعد ما تقعديها الوقت بتاعها ساعتين 3 تقدري تحتفظي بيها في علبة تلاجة او في كيس تلاجة في الفريزر لحد ما بتحتاجيها. بتسيبيها تفك معاكي وبعدين بتبدأي تحمريها وتشوفي الخطوات معانا. طبعا ده تاني يوم انا كنت عملت نص المقدار اللي معايا ده، وده النص التاني هعمله مع حضراتكم. لطبقة التغليف القلي او الكفر اللي احنا هنغلف بيه الفراخ دي، معايا كوباية من الدقيق وربع معلقة وربع كوباية من النشا. وهنحط نفس التوابل بتاعنا اللي احنا ضفناها على التوابل على تتبيلة الفراخ هنحطها مع الدقيق. طبعا انا معايا مية متلجة وشلت منها قطعة التلج. دلوقتي هبدأ انزل قطعة قطعة بقى في خلطة الدقيق اللي معانا دي اللي هعمل بيها كفر الفراخ او اللي هنغلف بيها الفراخ مع حضراتكم. طبعا مش معقول هفضل اشيل قطعة قطعة كده، يبقى هخلص على بكرة يعني مش هتنجز معايا. احلى حاجة بقى تاخدي كمية الفراخ دي او تاخدي نص الفراخ دي مع كمية الدقيق وتحطيها في كيس زي ما بعمل كده، ده اسهل كتير. بعد ما خلطنا الدقيق بتاعنا كويس وبنبدأ ننزل بكمية من مكعبات الفراخ دي. انا على فكرة مقطعة كمية كبيرة وكمية صغيرة. ببدأ اخلطها كويس بالشكل ده. ومهم قوي اتأكد ان اللي غلفت الدقيق بالفراخ دي غلفته كويس قوي. هنزل بقطع الفراخ دي في المية المثلجة، انا عايزاها مية ساقعة جدا.
انا في الوقت ده طبعا حاطه الزيت اللي انا هحمر فيه الفراخ دي على النار، على درجة حرارة متوسطة او على نار متوسطة. بس بننزل بقطع الفراخ دي في المية الباردة دي، انا هشيل قطع الفراخ احمرها على طول. وزي ما قلنا ان الحرارة او النار بتبقى وسط مش عالية علشان تستوي كويس. لو انت عايزة الكفر الفراخ ده كبير يعني كتير، يعني شيل الفراخ من المية تاني، حطها في الدقيق وارجعي رجعيها في المية الباردة تاني. لكن لو زي ما انا بعملها بالشكل ده مرة واحدة بس، حطيها في المية المتلجة دي وطلعيها على طول، حطها في الزيت. بس اهم حاجة تاخد الوقت بتاعها علشان تستوي كويس وما تكونش طرية من جوه ولا نية من جوه. الفراخ دي بتقعد بالظبط على النار في الزيت ربع ساعة، وبتكون خدت سواها كويس جدا وبتبقى جميلة ومش نية. ونراعي ان كمية الزيت اللي هحمر فيها تكون كمية كبيرة. وكمان بحط قطع الفراخ دي بنزلها في الزيت قطعة قطعة وتكون متباعدة عن بعضها، لان لو نزلتها كلها مرة واحدة هتلزق في بعضها لانها نشا مع دقيق، وكلنا عارفين ان النشا والدقيق الحاجة هتبقى متماسكة في بعضها. وبكده وصفتنا تكون جاهزة معانا، مستوية كويس جدا ومش نية من جوه ومقرمشة من بره، والكفر بتاعها واخد طعم التوابل جميل قوي. يا رب تكون وصفتنا النهاردة تكون عجبتكم من بوب كورن الفراخ او من فشار الفراخ. وصفة جميلة وسهلة وجديدة، جربوها تعجبكم جدا. ويا ريت ما تنسوش اللايك للفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.